كثير من الناس يسأل عن درجة الحرارة المأخوذة تحت الظل، وهي المعيار العالمي، ودرجة الحرارة تحت أشعة الشمس المباشرة. فمعنى تحت الظل هي أن يوضع المعيار داخل صندوق خشبي، وهذا الصندوق مفتوح من جميع الجهات ويرتفع عن الأرض تقريبا من متر إلى متر و20 سنتي. نلاحظ أن درجة الحرارة في الظل تقريبا الآن 41، والساعة الآن 12 ظهرا. ومعيار درجة الحرارة الفهرنهايت الآن تقريبا 106. كما أن درجات الحرارة والرطوبة تسجل بشكل أسبوعي عبر هذا الجهاز. الآن درجة الحرارة 41. وتحت أشعة الشمس المباشرة تؤخذ على 6 معايير: 0 وانخفاض 5 سنتي و20 سنتي و30 سنتي و50 سنتي ومتر تحت الأرض. الشمس الآن على وقت الزوال، وقت أذان الظهر، على 0 اللي هي درجة حرارة السطح 56 درجة. بينما نلاحظ على انخفاض متر نجد درجة الحرارة 32 تقريبا الآن. هذا الآن قياس الإشعاع الشمسي، يحرق اللي هو شارت. جهاز الأنوميتر يقيس سرعة الرياح في اليوم، يعني يجمع سرعة الرياح ومن ثم نقسم على 24 تطلع سرعة حوض التبخير. نأخذ قراءة اليوم ونطرحها من قراءة الأمس، ومن ثم تخرج عندنا نسبة التبخر اليومي. وإذا نزلنا 3 متر تحت أصبحت درجة الحرارة 25 درجة مئوية، وهذا سر الخلوات بالمساجد. والمساجد القديمة تحتوي على خلوات أو بادروم أو دور أرضي، وهذا البادروم يكون بارد بالصيف ودافئ بالشتاء. هذا مسجد عتيق أعيد بناؤه وترميمه بعنيزة. نلاحظ أنه لا يوجد فيه مكيفات تحت. شوف ما شاء الله، لا يحتوي على وسائل تبريد. الحمد لله أديت الصلاة في هذا المسجد، صلاة الظهر بهالخلوة، كانت درجة الحرارة فعلا منخفضة، لا تكييف ولا غيره. محصلة القول أن آباءنا نكتشفوا أنه على انخفاض 3 متر تحت الأرض تكون درجة الحرارة ثابتة، فتكون باردة بالصيف ودافئة بالشتاء.